اشتعلت موجة من الغضب والارتباك داخل الإعلام الجزائري عقب الموقف التاريخي الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بتأكيده دعم سيادة المملكة المغربية الكاملة على صحرائها، وقراره الواضح بطرد ما يسمى بجبهة البوليساريو الانفصالية من أي تمثيل أو صفة داخل المنظمة الدولية. القرار جاء ليضع حداً نهائياً لمناورات الجزائر التي ظلت لعقود تسعى إلى فرض كيان وهمي لا أساس له من الشرعية ولا مكان له في الواقع. وسائل الإعلام الجزائرية بدت في حالة من الهستيريا، إذ تناقضت الروايات والتحليلات، فبين من اتهم الأمم المتحدة بالانحياز ومن حاول التقليل من قيمة القرار، وبين من طلب بمراجعة السياسة الخارجية للجزائر تجاه هذا الملف، ظهر بوضوح حجم الصدمة التي خلفها الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. هذا التحول الأممي الكبير اعتبرته الأوساط المراقبة تتويجاً للدبلوماسية المغربية، التي اشتغلت بثبات وذكاء على مدى سنوات لإقناع المجتمع الدولي بعدالة موقفها ومشروعية وحدتها الترابية. الإعلام الجزائري الذي كان يروج لسنوات لفكرة تقرير المصير، وجد نفسه اليوم عاجزاً عن الدفاع عن أطروحته بعد أن أغلقت الأمم المتحدة الباب نهائياً أمام هذا الطرح الذي أثبت فشله وولادته الميتة. أما جبهة البوليساريو فقد تلقت بدورها ضربة قاسية بعد طردها من المؤسسات الأممية، وهو ما اعتبر نهاية رسمية لوجودها السياسي والدبلوماسي على الساحة الدولية. ردود الفعل في الشارع الجزائري لم تختلف كثيرا عن إعلام النظام، إذ عبر كثيرون عن استغرابهم من استمرار السلطات في دعم مشروع خاسر جر البلاد إلى عزلة إقليمية وتوترات مع جيرانها، بينما يحقق المغرب انتصارات دبلوماسية متتالية جعلته يحظى باحترام واسع عربيا وإفريقيا ودوليا. القرار الأممي وفق محللين دوليين لم يكن سوى اعتراف بالواقع الذي صنعه المغرب بجهوده التنموية والسياسية في أقاليمه الجنوبية، ليؤكد للعالم أن الصحراء جزء لا يتجزأ من ترابه الوطني. وبينما يحتفل المغاربة بهذا الانتصار الجديد، يعيش الإعلام الجزائري حالة من التخبط والعجز أمام حقيقة لم يعد بالإمكان إنكارها، وهي أن المغرب انتصر وأن البوليساريو انتهت.